قوم شوف مراتك عاوزه ايه. طيب. نعم يا ستي، عاوزه ايه؟ عماله اندهلك من الصبح وحضرتك مش عاوز تعبرني. كنت بقرا جواب توفيق لماما. نعم، عاوزه ايه؟ يا سلام، ومالك مكشر كده؟ يا ستي انا لا مكشر ولا حاجه، انا تحت امرك. في ايه؟ خد اقرا. ايه ده؟ ده جورنال. اقرا هنا في الاعلانات المبوبه. فين؟ هنا. يا ستي، للايجار شقه لوكس، غرفتان وصاله كبيره ب15 جنيها. المخابره تليفون. ايه رايك نتكلم في التليفون ونروح نشوف الشقه؟ بمناسبه ايه بقى؟ يمكن تعجبنا ونعزل فيها. نعزل فيها؟ ونعزل فيها ليه؟ انا كنت عند بابا امبارح وكلمته على حكايه العفش، قال لي هاتي الشقه اللي تعجبك وانا افرشها لك كلها. ايوه لكن ايه اللي هيخلينا نعزل دلوقتي؟ ما اعرفش والله بقى. يعني عاجبك قوي العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ ثم 15 جنيه ده مبلغ ضخم جدا يا سعاد، وانت عارفه ماهيتي كام. معلش نسكن كويس ولا فيش حد عارف احنا بناكل ايه؟ لا، ده كلام مش سليم اللي بتقوليه ده. نسكن بنص الماهيه وناكل ونلبس ونعيش انت وانا والولد والخدامه ب15 جنيه، افتكر مش ممكن ولا ايه؟ وانت ليه ما تشتغلش بعد الظهر؟ والله بقى دي حكايه تانية. كل الناس بتشتغل صبح وبعد الظهر. جايز، بس انا صحتي ما تساعدنيش ان اشتغل 15 ساعه في اليوم. ليه؟ انت مش لسه شاب ولا عجزت؟ وحتى لو حبيت اشتغل بعد الظهر هشتغل فين؟ يا اخي تشتغل في اي شركه، انت متعلم ومعاك بكالوريوس تجاره. اوه ياما ناس معاهم شهادات اكتر من كده ومش لاقيين شغل. ايوه لكن انت حاجه تانية. على كل حال اسمعي، حكايه نعزل دي شيليها من دماغك دلوقتي. انا ما اقدرش اسيب ماما ومواهيب يعيشوا لوحدهم، لازم تفهمي كده كويس. بقى يعني بتعمل حساب لوالدتك والداده بتاعتك ولا بتعمليش انا حساب؟ لا افهمي بس. لكن انت عارفه ان ماما النهارده ملهاش حد غيري، واخويا توفيق في اوروبا زي ما انت عارفه. وانا كمان ما اقدرش اعيش في اوضه طول عمري. انا عاوزه بيت لوحدي افرشه على ذوقي وابقى انا الست بتاعته. معلش بعدين. انا بصراحه يا سامي ما اقدرش استحمل العيشه دي اكتر من كده، ولازم تشوف لك طريقه. قريب ان شاء الله. اي ايه ده؟ مش تحاسبي وانت بتحمري اللحمه كده؟ طرطشتيني. يا بنتي اقطعني والنبي ما خدت بالي، اصل المطبخ ضيق شويه. طيب اوعي كده، خليني اشوف صينيه البطاطس استوت ولا لسه. حاجه تفلق. معلش يا حبيبتي حقك عليا. ودلوقتي البقعه دي هتطلع ازاي؟ انا طلعها لك، انا نقطه بنزين واحده وتطلع على طول. والمهم ان الفستان ده ما لبستوش غير مرتين اتنين بس. ما هو كمان يا بنتي مالكيش حق تلبسي فستان بالشكل ده وتدخلي بيه المطبخ، ما تجيبي لك فوطه. وهو فين البنزين اللي بتقولي عليه ده؟ عندك في النمليه في الرف الفوقاني، ازازه بيضه بفله كبيره. سي حمدي جعان يا ستي، عاوز يرضع وجايبهولي في المطبخ اعمل بيه ايه؟ ما تديله البزازه بتاعته. والنبي ولا هو راضي يحطها في بقه يا ستي. ساد يا اخويا ساد. دلوقتي اسخن له الرضعه بتاعته. عنك انت يا ستي وانا اسخنها له. هي فين الرضعه دي؟ يا شيخه اوعي كده، خليني اطلع ازازه البنزين الاول. يا ستي ما تستني وانا اجيبها لك. كده اهي ازازه البنزين اتكسر. عاجبك كده؟ يا لهوي، لا المطبخ يولع نار. ناولين الخشب بقى، انا خليني امسح الارض. ناولين. حاضر، عن اذنك يا ستي. يا شيخه غوري من وشي بقى، ابعدي عني اعوذ بالله. يا ستي وانا عملت حاجه؟ يوه دي عيشه ايه دي؟ مطبخ قد الحق وفيه 20 نفر. احنا مش قلنا كل واحد يدخل المطبخ يوم؟ ايوه قلنا كده، والنهارده احنا اللي بنطبخ. لا مؤاخذه، ما كنتش اعرف ان الدور عليكم. طيب عن اذنك اخرج انا بره المطبخ بقى. يوه مالها البت دي بقت ملافظها وحشه كده؟ هو يا ست لما امسح تحت رجليكي. يوه ايه اللي انكسر ده يا وهيب؟ دي ريحه بنزين. ما هي ازازه البنزين هي اللي انكسرت، والنبي يا ست كانت مليانه لتمة عينها. وايه اللي كسرها؟ ست سعاد جت تاخدها من نمليه، وقعت من ايدها اتكسرت. بقى يعني تكسر ازازه البنزين وتتنرفز علينا كمان وتفتح حلقها؟ حق يا ست ابصر مالها بقت عصبيه كده، ومن اقل حاجه تتخانق. اعوذ بالله. وايه الريحه دي كمان؟ ريحه ايه يا ست؟ البنزين. لا دي ريحه حاجه بتتحرق. بتتحرق؟ هو في حاجه في الفرن يا وهيبه؟ اظن ست سعاد بتعمل صينيه بطاطس يا ستي. لا حول الله يا ربي. ايه الريحه دي؟ صينيه البطاطس بتاعتك انحرقت. ميرسي. سعيده يا حبيبي. ما تتفضل يا سامي تاكل معانا لقمه. بالهنا والشفا. سعيده يا سوسو. سعيد. يا ترى طب خلنا ايه النهارده بقى؟ صينيه بطاطس برضو؟ انت كمان هتتريق عليا؟ ولا يمكن صينيه كوسه؟ ما هو انت بقالك شهرين 3 يا اما تطبخي لنا صينيه بطاطس يا صينيه كوسه يا صينيه باميه، المهم صينيه في الفرن وخلاص. الظاهر ان دي اسهل حاجه عندك، تحط الخضار واللحمه في الصينيه وتدخليها الفرن 2 3 تستوي، مش كده برضو؟ ما اعرفش. على كل حال انا جعان جدا ومستعد اكل اي حاجه من ايديك الحلوه دي. اوعى سيب ايدي. طب يلا يا ست امال، اديني قلعت ولبست لوحدي من غير ما اقومك على السرير. اسمعي تقومي بقى تحضري لنا الغدا، ولا اقول لك
استني لما ماما ومواهيبه ياكلوا وبعدين نبقى ناكل احنا لوحدنا بمزاجنا، مش احسن برضو؟ لو كنت مستعجل روح كل معاه. انا فعلا مستعجل جدا لاني جعان جدا، لكن مستعد مع ذلك استنى صينيه البطاطس الرائعه اللي انت عاملاها. صينيه البطاطس اتحرقت،